أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 24 أبريل 2025 من محطة الرباط أكدال انطلاقة أشغال الخط الفائق السرعة اللي غادي يربط بين القنيطرة ومراكش. كيجي هذا المشروع المهيكل لامتداد الخط فائق السرعة طنجة القنيطرة على مسافة إضافية كتبلغ 430 كيلومتر، واللي غادي يمكن من ربط القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء ومراكش، وكاد تأمين المواصلة عبرها بمحاور استراتيجية على غرار المطارات والملاعب الكبرى. بعد 4 شهور فقط من انطلاق المشروع بلغت الأشغال سرعتها القصوى، فمن مجموع 3500 هكتار من الوعاء العقاري المخصص للمشروع تم تحرير الوعاء العقاري بشكل كلي تقريبا، وكيتم إعداد المصطبات على امتداد 430 كيلومتر من مسار المشروع، وكيجري حاليا تجهيز المصطبات تمهيدا لوضع القضبان السككية. وتم تقسيم المشروع إلى 13 حصة خاصة بالهندسة المدنية، 8 الحصص مخصصة لأشغال التدريب والمنشآت الفنية، حصتين مخصصة للجسور، حصة خاصة بنفق الرباط، وحصتين على مستوى الخط السككي الكلاسيكي. وكتسير جميع الأشغال بوتيرة منتظمة وفق المعايير التقنية والبيئية المعتمدة. والحدود اليوم تم تجهيز وتدريب 4 مليون متر مكعب المساحات المعنية بأشغال الهندسة المدنية. بخصوص عملية التموين فهي الأخرى كتشهد تقدم ملحوظ، بحيث تم الشروع منذ يناير 2024 في إنتاج الزلط والعوارض السككية بوتيرة ثابتة، كما تم إسناد صفقات القضبان السككية وآليات السكة، وتم استلام أولى الدفعات، وتم توفير 1.5 مليون طن من الزلط و500 ألف من العوارض السككية و60 ألف طن من القضبان السككية. في نفس الوقت كتواصل العمليات الخاصة بالتجهيزات السككية بما فيها القضبان السككية والكتينة، بعد ما تم اختيار الشركات اللي بدات في الأشغال، بين مبلغ إنجاز أنظمة الإشارات والاتصالات GSMR مرحلة التنفيذ. كتقدم الأشغال على السكك قيد الاستغلال بشكل ملحوظ، بين ما بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية في ورش أكدال عين عتيق 65%. أما فيما يتعلق بمحطة القطار الفائقة السرعة والقرب وغيرها، تم اختيار المهندسين المعماريين على إثر مباراة، وكيجري حاليا إسناد صفقات التصميم الخاصة بها، باستثناء محطة حي الرياض اللي انطلقت أشغالها بشكل استباقي واللي شارفت الأشغال فيها على الانتهاء، وغادي يجري تسليمها ودخولها حيز الخدمة قريبا. وكيتضمن المشروع أيضا بناء مراكز تقنية للصيانة اللي كتقدم فيها الأشغال وفق الجدول الزمني المحدد. وبالنسبة للاستثمار المقدر ب 67 مليار ديال الدرهم، 53 مليار منها مخصصة للبنية التحتية الخاصة بالخط الفائق السرعة، و14 مليار ديال الدرهم للمحافظة على نجاعة الشبكة الحالية. مشروع غادي يشكل رافعة لتحول جذري في التنقل الوطني عبر ربط كبريات المدن وتقريب المسافات بين مختلف جهات المملكة.